في الفيديوهات اللي فاتت شرحنا اول وتاني جزء في سيكشن ريبورتس في جي 4، ودلوقتي هنشرح مع بعض الجزء الثالث في سيكشن ريبورتس وهو اليوزر كولكشن. والهدف من الكولكشن ده انه يساعدك تعرف معلومات اكتر عن اليوزرز اللي بيدخلوا عندك على الويب سايت او لا. والمعلومات دي موجوده في نوعين من الريبورتس. النوع الاول هو اليوزر اتريبيوتس، وده بقدر اعرف منه معلومات عن الاجهزه اللي بيدخلوا منها اليوزرز على السايت بتاعي او الاب، زي البراوزر فيرجن والاب فيرجن والاوبريتنج سيستم وهكذا. وتعالوا ندخل على اول نوع ريبورت وهو اليوزر اتريبيوتس، واللي بينقسم لاتنين ريبورتس وهما الاوفر فيو والديموغرافيك ديتيلز. وهندخل على الاوفر فيو واللي اقدر اعرف منه نظره سريعه عن الداتا الخاصه باماكن اليوزرز. والديفولت بتاعه عباره عن 7 كاردز. اول كارد عباره عن ماب تشارت بتعرض لي عدد اليوزرز اللي بيدخلوا من كل دوله، وممكن اغير الميتريك من الدروب داون ليست اللي هنا لنيو يوزرز او ريتيرنينج يوزرز. والكارد ده عباره عن ريل تايم ريبورت باعداد اليوزرز على كل كونتري، وهنا كارد اعداد اليوزرز على كل سيتي، وده كارد اليوزر باي جندر. ونيجي هنا بقى للتيبل ده واللي اقدر اعرف منه ايه اكتر الاهتمامات اللي بيهتموا بيها اليوزرز اللي بيدخلوا عندي على السايت او الاب. وهنا معظم اليوزرز بيهتموا بالانترست ده، ومعلومه زي دي ممكن تفيدني في ان افهم اليوزرز اللي بيدخلوا عندي اكتر، وبالتالي ممكن احسن التارجتنج للكامبينز بتاعتي. ومن البار تشارت دي اقدر اعرف ايه اكتر فئه عمريه بتدخل عندي على السايت او الاب، وده هيساعدني مثلا لو انا اي كوميرس ستور في ان انا اقدم منتجات معينه مناسبه للفئه العمريه دي. ومن الكارد اليوزر باي لانجويج اقدر اعرف ايه اكتر لغه بيدخل بيها اليوزرز بالاكونتس بتاعتهم. فلو انا مثلا الستور بتاعي المنتجات اللي فيه بالتارجت الاي بلس في مصر، ففي الاغلب اليوزرز اللي هيدخلوا لي هيكون اللغه بتاعتهم انجلش. لو لقيت النتائج مختلفه عن كده يبقى لازم تروح تشوف هل ده اثر على البيرشيسنج عندك ولا لا. في حاله انه لا، ممكن يكون المشكله انك حاطط تارجت اودينس مش مناسب. كده احنا خلصنا الاوفر فيو، وهندخل دلوقتي على الديموغرافيك ديتيلز. والريبورت ده الهدف منه انه يعرفني معلومات عن الديموغرافيكس الخاصه باليوزرز بشكل تفصيلي اكتر. فاقدر من خلال التيبل ده ان انا احلل الداتا الخاصه بالديموغرافيكس لليوزرز بدايمنشنز كتيره زي الريجن، وميتريكس تفصيليه زي الانجيجمنت ريت والانجيج ديسيشن باليوزر. فلو مثلا عايزه اعمل كامبين لدوله واحده من ال3 دول وهما اليابان والهند والبرازيل، ومش عارف مين فيهم اكتر اودينس هيكون تارجتد اكتر وهيتفاعل على الويب سايت بتاعي بشكل احسن، فهنعمل كومباريزن بال3 دول، وبعدين هننزل نبص هنا على الداتا بتاعت كل دوله. هنلاقي ان اعلى دوله فيها انجيج ديسيشن باليوزر هي البرازيل، بالرغم من انها اقل دوله في اعداد اليوزرز. ولو جينا بصينا على الافريج انجيجمنت تايم هنلاقي ان اعلى دوله برضو هي البرازيل. ده معناه ان الاودينس بتوعها بيعملوا اكتر من انجيج ديسيشن، وفي السيشن الواحده بيقعدوا وقت اطول من باقي الدول. ده غير ان اعداد الايفنتس كبيره بالنسبه لاعداد اليوزرز اللي دخل. وتعالوا كده نشوف عدد البيرشيز ايفنتس، هنلاقيه 5، والتوتال ريفينيو بتاعها اعلى دوله فيهم. ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن الايتمز اللي بيشتريها كل اودينس وعدد القطع اللي بياخدها من كل ايتم، يبقى لازم تدخل على ريبورت الاي كوميرس بيرشيز في المونيتايزيشن، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. المهم بقى اننا من كل اللي قلناه ده نقدر نستنتج ان اودينس البرازيل احسن واحد فيهم لتارجتنج الكامبينز. بس كده خلصنا الديموغرافيكس، وهندخل دلوقتي على التك ريبورتس واللي متقسم برضو لاوفر فيو وتك ديتيلز. وهنبدا بالاوفر فيو، وده الهدف منه انك تاخد خلاصه الداتا الخاصه بالاجهزه اللي بيدخلوا منها اليوزرز. والخلاصه هنا شموليه جدا لانه متقسم ل 11 كارد، كل كارد فيهم هيكمل لك زاويه مختلفه. وهنبدا باول كارد وهو اليوزر باي بلاتفورم. والبلاتفورم هنا المقصود بيها النظام اللي بيدخل من خلاله اليوزر على الويب سايت او الابلكيشن، اذا كان اندرويد او اي او اس او ويب. وهنا 100% من اليوزرز بيدخلوا عن طريق الويب. ومن الكارد دي اقدر اعرف الريل تايم لليوزر باي بلاتفورم، واعداد اليوزرز على كل اوبريتنج سيستم وبلاتفورم على ديفايس كاتيجوري. وهنا هنلاقي كارد السكرين ريزولوشن، وده اقدر استفاد منه في ان انا اعرف ايه اكتر سكرين ريزولوشن بيدخل من خلالها اليوزرز، وابتدي احسن في اليو اي للويب سايت او الاب على اساسها في حاله ان في مشكله. وهنا معظم اليوزرز اللي بيدخلوا بتكون الريزولوشن 1920 في 1080. والكاردز اللي تحت هنا دي بقى خاصه بالابلكيشن، فهنحتاج نغير البروبرتي للبروبرتي الخاصه بالاب. وتعالى نشوف اول كارد فيهم وهو عباره عن لاين تشارت، اقدر اعرف منها التغير في اعداد اليوزرز على كل اب فيرجن. فهنا مثلا اخر اب فيرجن ابتدى يزيد عدد اليوزرز عليها، ده معناه ان اليوزرز ابتدوا يعملوا الابديت. اما الكارد ده فبيعرفني حاله الاب فيرجن اللي عملته سواء كان على اندرويد او اي او اس. وهنا الفيرجن بتاعه الاي او اس ما فيهاش مشكله، بس بتاعه الاندرويد محتاجين نعمل عليها تشيك لان في الاغلب فيها مشكله عند اليوزرز في بعض السيشن. وهنا كل اب فيرجن من دول كليكابل، لو ضغطنا على اي واحده فيهم هنشوف الداتا بشكل تفصيلي اكتر عن الاب فيرجن دي. وهنضغط على الاندرويد هنلاقي في هنا لاين تشارت بتوضح لي الاب فيرجن ادوبشن، ومنها اقدر اعرف نسبه التغير في اعداد اليوزرز على كل اب فيرجن على مدار الوقت. وهنا ريل تايم ريبورت بيعرفني اعداد اليوزرز على كل اب فيرجن وعدد الكراشز اللي حصلت في السيشن بتاعتهم. فلو بتختبر مثلا حاجه تكنيكال معينه تقدر تعرف من هنا اذا كانت شغاله كويس ولا فيها مشكله.
وتحت هنا في الداتا الخاصه بكل اب فيرجن في اخر 30 دقيقه، زي نسبه الاكتيف يوزرز اللي دخلوا من التوتال يوزرز، والانجيجمنت بير سيشن، ونسبه اليوزرز اللي السيشن بتاعتهم كانت ناجحه وما فيهاش مشكله. وهنا النسبه مش 100%، يبقى فعلا في مشكله. وهنلاقي هنا مترك اسمها كراشز بير 10K سيشن، ودي بتعرفني عدد السيشنز اللي كان فيها مشكله من 10000 سيشنز في اخر 30 دقيقه. وطبعا لو كان الاب بتاعك بيعمل 10000 سيشن في اخر نص ساعه او لا، ففي الحالتين مهم تعرف الرقم ده عشان تبدا توبتمايز. وهنا تاريخ الاصدار بتاع كل اب فيرجن. وتعالوا نرجع تاني على الاوفر فيو، ومن الكارد ده اقدر اعرف نسبه الاستابيليتي بتاعه اللاست اب فيرجن. وزي ما قلنا الاندرويد هو اللي فيه مشكله. واخر كارد عندنا هو اليوزرز باي ديفايس موديل، وده بيعرفني معظم اليوزرز اللي بيدخلوا عندي بيدخلوا من جهاز نوعه ايه. هنا معظمهم بيدخل من ايفون 11 وايفون 13. معلومه زي دي ممكن تكون مفيده ليك في انك تعرف المستوى المادي للاودينس بتوعك بناء على نوع الموبايل، وتستخدمها مثلا في التارجتنج للكامبين. وكده احنا خلصنا الاوفر فيو، وهندخل دلوقتي على التك ديتيلز. وهنا في الجدول هنلاقي نفس الدايمنشنز اللي بنقيس على اساسها في الاوفر فيو، زياده عليها الاو اس فيرجن، وده بيقيس على الفيرجن بتاع الاوبريتنج سيستم. اما الاو اس وذ فيرجن فده بيظهر الاوبريتنج سيستم مع الفيرجن بتاعه زي ما ظاهر هنا. وده طبعا اسهل كتير في قراءه الداتا. زي هنا مثلا سهل انك تعرف ان اليوزرز اللي جايين من اندرويد بفيرجن 13 هم اعلى يوزرز في الانجيجمنت ريت مقارنه بباقي الفيرجنز الخاصه بالاندرويد الموجوده في الجدول. فبص انت بقى على الداتا دي كويس وشوف هتستنتج منها ايه. وكده نكون خلصنا اخر ريبورت موجود عندنا في الجزء الثالث في سيكشن الريبورتس. وخليني اقول لك ان كل الريبورتس دي هي ستاندرد ريبورتس، بس انت تقدر تلعب وتغير وتضيف اللي انت عايزه على اي ريبورت من الريبورتس دي. ولو عايز تعرف ازاي، ده اللي هتلاقي اجابته في الفيديو الجاي.